بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح، معكم لقاء مع أسرة أمين الشرطة بعد وقعة دهسه بالسيارة. هنعرف أكتر التفاصيل مع زوجته. أولا البقاء لله وربنا يربط على قلوبكم. عرفينا بحضرتك. اسمي محمد. قولي لنا أولا كده، عرفتي بالخبر منين؟ عرفته من ابن خالتي. قال لك إيه؟ قال لي اتصل بيا اللي في السايت فيه، قلت له السايت في الشغل. قال طب عايزه، قلت له هو هو شغال بالليل، عنده خدمة عند الرئيس. قال لي طب كلميه، قلت له لا ما ينفعش اكلمه. قال لي طب حاولي كلميه، كلمته مردش عليا خالص. بعدين في ابن خالتي قال لي هو عامل حادثة. قلت له طب ماشي. قلت له عامل حادثة ازاي؟ انا لسه كلميه الساعة 2. قال لي طب كلميه. قلت له انا كلميه وهو نايم. قال لي طب ماشي. انا مش مصدقه الخبر، انا لسه كلمه الساعة 2 اذا هو ميت. بس جريت بقى، رحت على الساحل. لما رحتي وشفتيه بنفسك، احكي لنا كده يعني الوضع كان عامل ازاي. هو هي مش حادثة طبيعية، حادثة مقطع، أشلاء متناثرة. يعني مفيش ايد الشمال، مفيش صبع ايدين، مفيش ايد اليمين، مفيش بطنه طالع كلها بره، صبع اليمين مفيش، مبهدل. دي مش حادثة انا اسمع حادثة ضربة وبس. هي مش ضربة، ده عذبه بس. يعني انتوا لقيتوه أجزاء، غزاء حوالي 14 جزء كده أو. طيب قولي لنا بعدها عملتوا ايه؟ احنا خدناه وفنيه عادي، وخدنا العذاب ده بس. انا من ساعتها انا تعبانة، ومنتي تعبانة، ومامته تعبانة. مفيش نية للتصالح نهائي مع أحمد فتوح؟ مش انا بس اقول، كلهم يقولوا معايا، مش انا بس. رأي واحد قولا واحدا إنه احنا سبعة. نية للتصالح. احنا سبعة. انتوا عندكم كام؟ انا عندي بنتين، واحدة تالتة ثانوي عامة السنة دي، واحدة لسه أولى. حالتهم عاملة ازاي؟ بصي حالتهم النفسية وحشة، يعيطوا كل يوم. مذاكرة مفيش مذاكرة، ودي هم سنة، دي تالتة هم سنة، مفيش مذاكرة، مفيش في يروحوا الدروس. نفسيتهم وحشة خالص. انتم يعني عايزين ايه؟ بتطالبوا بايه دلوقتي؟ حاسين حقه. عرفينا بحضرتك. أنا والدته. اسم حضرتك؟ اسمي فاطمة حسن محمد خليفة. عايزين يعني نبذة كده عن حياته، كانت عاملة ازاي، وكلمنا عنه أكتر. أخلاقه كانت كويسة وكل الناس بتحبه. تلاقي لا إلا الله كانت بتحبه. كنت ما بروح معاه مشوار، ده يشد وده يشد وده يشد، ده يقول له تعالى وده يقول له تعالى وده يقول له تعالى. أخلاقه حلوة، بيكلم الناس بخلق حلوة، وقلبه طيب، ما عندهوش غباء. أنا استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب، الواحد مش عارف يقول إيه. كان يعني لما هو توفى كان عمره كام سنة كده؟ هو تقريبا 52 تقريبا. 52 سنة. نعم. انتوا عملتوا عزل؟ عملنا عزا. لا إله إلا الله، طلع الشوارع مليانين عزا، ولعمرنا ما شفنا منه غلطة. شارعين رجالة وشارعين ستات، غير الشادر، وكل الناس عمالة تدعي له. سبحان الله، وحزب الله ونعم الوكيل على كل ظالم جبار. الأيام الأخيرة كان بيتعامل معاكوا ازاي؟
كان بيشوفكم يعني بيقول لكم إيه؟ كنا بنستناه بيجي، يجي، نستنوه لما يجي يقول لي يا ماما انا جيت تعالي اتغدي معايا، بستنى بس اسمع حسه في التليفون. كل ده راح، كل ده راح، وعياله اتيتموا. عنده بنتين، واحده في اولى ثانوي وواحده في ثالثه ثانوي، دول عايزين مصاريف في الهده، 12 سنه ولا 10 سنين عايزين علم، لسه عايزين يتجوزوا. الدنيا عامله ازاي؟ انا مش عارفه بصراحه ربنا إيه اللي بيحصل ده، انا مش عارفه، وحزب الله ونعم الوكيل فيهم برضه. ماشي، عرفنا بحضرتك. أنا الأستاذ محمد أحمد الشبكي. أنا الأستاذ محمد أحمد السيد الشبكي، أخو المرحوم السيد أحمد الشبكي الله يرحمه. وقال الله حضرتك شفت حالة متوفي كانت عاملة ازاي بعد الحادثة على طول؟ أنا التليفون جالي حوالي الساعة 11 الظهر، وما كنتش أعرف إن هو عامل حادثة يعني، فزميله لما كلمني قال لي ده عامل حادثة. قلت له حادثة في إيه يعني؟ كان طالع مأمورية وبتاع. قال لي في لا. حد كان معاه؟ فين بقى؟ في زميله تقريبا كان في حد واحد معاه. طبعا أنا ما عرفتش بحالة الوفاة إلا لما وصلت المكان. طبعا مش عايز اقول لحضرتك، انا دخلت وفتحوا التلاجة وبيفتحوا السوستة اللي هي بتاعت مش عارف اقول لك، مش عارف اوصف لك المنظر كان عامل ازاي. يعني اللي كان باين منه الاحشاء الداخلية. شفت لما تجيبي كده لا مؤاخذة خروف وتسلخيه كده، هو ده اللي انا شفته. وما قدرتش اكمل وطلعت، ما قدرتش امسك اعصابي. هو كان بيعمل ايه وقتها؟ عايزين برضو التفاصيل اللي لكم اللي هو كان بيعمل ايه هو واللي كان حصل بالظبط. هو كان طالع مأمورية الخدمة قدام حضرتك، وراح صلى العشاء ورجع. فزميله قال له انا برضه راح اصلي كده، يعني كان بيبدله يعني. طبعا كانت الخدمة على بوابة مجلس الوزراء، و وجه يا دوبك وقف. بس ان انا شفت العربية اصلا دخلت اصلا في بالحواجز اللي باين من الهيكل بتاع العربية، ان العربية مضروبة بالجنب. ما هو ماشي كده، ولو اخويا معدي هيطيره كده. ايه اللي دخل اخويا هنا؟ فاكيد هو دخل فيه. خد بال حضرتك، طبعا دخل فيه، وطبعا قعد يجر فيه انه طبعا ما كانش في وعيه. آه يعني بتقولوا جروا كام متر؟ 450 من 450 ل 50 متر. وبعدين هو بيتناقض في الكلام بتاعه، بيقول لك انا ما حسيتش بيه. ومره تانية برضه في لقاء تقريبا، او السوشيال ميديا اللي بيكتب ده، بيقول لك ان انا كنت قاعد مع جماعه اصحابي بيشربوا حشيش. فانا مش عارف بصراحه، يعني هو اللي بيشم ريحه الحشيش بيعمل حادثه يعني يشيل الناس، اما لو بيشرب بقى كان عمل ايه؟ فالكلام كله متناقض طبعا. واخويا ما كانش بيعدي الطريق، اخويا كان واقف في الخدمه بتاعته. والدليل على ذلك احنا معانا صور بجنب العربيه تمشي كده ولا بتمشي كده؟ تمشي كده. وكان في كاميرات بتسجل الموضوع ده، كاميرات مراقبة يعني في توقيت المكان. اكيد ده مجلس وزراء ودين، يعني مش كمين هايمين يعني. واشوف رخص ناس وبتاع، لا. ده كان في ناس، كان في كمان وزراء على ما اعتقد اللي ممكن يكون. انتوا طلباتكم ايه؟ خاصة يعني الجلسة الجاية يوم 22/10، يعني ايه طلباتكم؟ القضاء العادل.